هي فرصة باش واحد يدعي لهم بالرحمة، الله يرحمهم. ولكن تحسي ثم وجيعة. باهي وجيعة، أما في نفس الوقت أنت في مرحلة النضج وتشوف في فترة الصغر بتاعك. أكثر لقطة من المسلسل اختار أنت كيف تتفرج عليها معناها تحير فيك من إحساس كبير رهيب، تشدك اللقطة تكملها؟ والله برشا مسلسلات يعني مش برشا مسلسلات بها أكثر من كل حاجة في مطوس. في مطوس الرحلة، الخروج من مطوس وقت اللي باش نهجوا من مطوس، لأنه مربوط بتصاور عشتهم في اللحظة هذيك. معناها شفت عيسى حراث ربي إن شاء الله يشفيه ويفرج عليه، كيفاش دخل ناداني باش ما نخلي حتى حد يدخل للبيت اللي هذيك بيتنا زعما. قال لي صار حب في الباب وصحابي ياه برشا عيسى، عمل هيك ويبكي يبكي. بعد قال لي هيا نخرج تلمو باش يتوحش بلاصتك وعاش الحكاية الرحيل. كيف المخرج الكبير محمد عرفة يدور هكا في الديكور، لأنه ليلة اللي صورنا الرحيل من غدوة احنا بيدنا باش نروح يعني باش نمشوا دوز نكملوا نصوروا في دوز. فعشنا اللحظة هذيك اللحظة ما ننساهاش. مثلا ثم لحظة أخرى ما ينساهاش الجمهور في لقطة جمعتك مع ريم الرياحي في غالية. نجم تستحضر شنو قلت لها ولا لا؟ جملة شهيرة هي ما بعيدة برشا، هي ما لقطتها لي من برشا قصايد شوية لقطة جت في هيك في وقتها بالحق ما نستحضرهاش. ارتجال وقتها منك؟ ارتجال علاش قلت لك القصيدة مش هكاكا. انا ان شاء الله هو ظهر لي مولاها قديم ياسر او توفي ما فاقش بيا يقدم لي قضية ما كربستها القصيدة ما ذكرهاش. كنذكرها قلتها كان يقول لك عودة ما تنجمش تعودها كيما جات، مستحيل. اي شيء طبيعي تولي صنعة من بعد. انا لما جت هي كاكا بعفوية وعودت شفتها مرة هم شكون حذايا وقت الحديث اختي ولا قالت لي ما تركزش ما تشوفش روحك، ركز على البيبي كيفاش يخزر نركز على البيبي قلت يمثل خير مني. وعلى فكرة اللي يمثل عمر ذاك مش وليد بنية. ايه مرة ندور في تونس سلمت عليا بنية قالت لي باش نقول لك اني شكون. قلت تفكرك بيبي مثل معكم عمر في انا بيبي والله انا شنو هزك الشخصية فنية يحبوها برشا توانسة، ما هي اختارت ربما تبعد عبد القادر مقداد. للأسف الشديد حاجة توجع برشا وعبد القادر مقداد مدرسة توجه مسرحي كامل. ما نخبيش عليك انت لو كان يقولوا لي مثلا شنو هي المسرحية اللي تتمنى انك تعاود تخدمها ولا انك تشارك فيها، مثلا نقول لك يا اما عمار بالزور ولا حمى الجريد. يعني من مشهد المسرح لانه مخدومه برشا حب. ولو انه في الفتره هذيك احنا وقت نتفرجوا نقروا في معهد في المسرح وكذا ونقروا على الفرنسيس والانجليزي وشويه ديكورات وكذا وحركه على الركح لكن العفويه اللي عندهم وعفويه نبع عن حرفيه يعني مش هكاك مش مسيبه الحكايه. مسرح قفصه هي عن حرفيه وعن وعي وعملوا مدرستهم الخاصه اللي شنو